بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يوم جديد وروتين جديد وطاقة إيجابية جديدة يا حبايبي متابعيني دايما مشرفين ومنورين في قناة. يا رب ما تحرم من دعمكم لنا أبدا يا رب. تعالوا النهارده نشوف يا حبايبي غدانا النهارده. يا رب يديم هنعمل علينا ويحفظها من الزوال امين يا رب العالمين. هنعمل سمك مشوي يا حبايبي كده ان شاء الله، نشوي برضو عندنا كده في الفرن الفلاحي عشان يبقى طعمه ما شاء الله كده، طعمه وريحة زمان كده يا جماعة، نرجع لريحة زمان كده والشوي وريحة السمك الجميل ده. هنعمل حبة رز بشعرية زي ما انتم شايفين كده، هنحمر الشعرية لسان عصفور او حبة وحبة، بس ساعات بعمل كده برضو. بس المهم ما يتحمرش ما يغمقش قوي عشان يبقى ايه ما شاء الله لونه حلو ذهبي كده زي ما انتم شايفين يا حبايبي. ايدنا في الشعرية على طول زي ما انتم عارفين، اظن كلنا شطار في الحاجات دي. وبعد كده لما ياخد اللون الحلو اللي عاجبنا ان شاء الله نقوم نازلين بالرز عليه. هنقلب بقى نغلفه كده بالزيت والشعريه عشان خاطر ايه يعني ما لما يعمل كده يعمل بقى ما شاء الله ايه يعني في قاع الحله كده في ارضيه الحله حكاكه كده وتبقى طعمه جميل ان شاء الله. ماشي يا حبايبي، هنقلبه ونغلفه كده عشان كل رز يتغلف بالزيت يبقى مقرمش كده وفيه ايه حكاكه في الاخر كده وطعمه حلو. في ناس عندنا بيحبوا الحكاكه دي. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. ماشي يا حبايبي، هنحط ايه الميه بتاعته اهوت ما شاء الله، لان انا بلى الرز بتاعي حبه قيمه 10 دقايق من 7 ل 10 دقايق كده، فمش بياخد ميه كتير يعني ايه، اهم حاجه عشان الشعريه برضو بتتردد وكده يا حبايبي. ونحط الملح بتاعنا ما شاء الله لحد ما بيعمل الشكل ده كده وتحس ان الميه نشفت منه، بنبتدي نهدي عليه ونسيبه على نار هاديه وبنقلبه تقلبتين برضو مره واثنين وثلاثه. تعالى نشوف السمك الشبار الجميل ده هنشويه هيطلع جميل جدا ان شاء الله. فالسمك الفرن ده بصي الحامد عايز الشبار، لكن لو جران زي ما كنت بقول لكم لا ما بتبقاش عايزه يعني اكتر نار كتير كده يا حبايبي. الشبار بيستحمل شويه على السرج، بنولع سكتنا حمرا كده زي ما انتم شايفين، لونها بيحمر وبيغمق كده كاننا ايه ما شاء الله يعني. يعني اهم حاجه ان الصاجه تبقى حمرا وحاميه جامد ليه، لان يعني السمك هيلزق معاكي لو انت حطيته هو السمك ولا الصاجه بارده، فهنضطر ان احنا ايه لازم تسخنها قوي يا حبايبي. عملنا شوط اهوت مره اهوت وحفرناه بالرده زي ما انتم شايفين وشويناه وطلع شوي وجميل جدا وكفايه بس الطعم والريحه والله. والله لو كنتوا ما تشموا كده والتتبيله الجميله دي، توم توم قرن فلفل رومي، ملح طبعا، كمون، كزبره ناشفه وحاجه يعني ذره من الشطه كده الحاره. وبعمل التتبيله دي الجميله دي في الكبه في الخلاط وبنعملها يا حبايبي، وبزود عليها الميه بقى عشان تبقى ايه يغطي السمك يبقى يعني ايه متغطي كده بالتتبيله الحلوه الجميله دي. وده غدانا النهارده يا رب دايما نعمل علينا واحفظها من الزوال امين يا رب العالمين. لو وصلتوا مع المقطع ده حطوا لكم كومنت حلو كده ولايك جميل يشجع الفيديوهات بتاعتنا دي، وفعلوا زر الجرس عشان كل اشعاراتنا توصل لكم باذن الله. ولو ما اشتركش في القناه الجميله المتواضعه بتاعتنا دي اشترك دايما، اشتراككم بيسعدنا وبيفرحنا. رايكم بقى يا رب المحتوى بتاع النهارده ينول اعجابكم. وشوفوا الفرنه الجميله الحلوه دي في شوي السمك، وهي تكات يا حبايبي كده وحركات كده في شوي السمك لازم نقول عليها، لازم الصاجه تبقى سخنه زي ما بقول لكم عشان خاطر ايه السمك بتاعنا يطلع جميل. يا رب فيديوهاتنا الاعجابكم تبقى عند حسن ظنكم. يا رب اشوفكم دايما على خير، مع السلامه.